سمعتوا بالغش في الزواج؟ تعالوا اسمعوا. يا هلا وسهلا، وقبل كل شيء نصلي ونسلم على نبينا شفيعنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلوات واتم التسليم. تسمعون بالغش في السيارات، في العقار، في اشياء كثير، لكن غش في الزواج هذه والله العظيم انها جديده. المهم، هذا واحد اسمه عبد الله عسكري، وجاء العمر المحدد والمناسب له انه يتزوج، وعن طريق معارف من هنا من هنا من هنا شاف عائله ممتازه جدا وذكر لهم انهم طيبين وكويسين وبيروح يخطب منهم. هو طبعا مستقر في الرياض، والديره اللي بيروح يخطب منهم تبعد عن الرياض 300 400 كيلو. راح عبد الله لهم بترتيب النظره الشرعيه، وبعد ما وصل عند اهل البنت يقول ما شاء الله حاطيني فوق رؤوسهم الترحاب والكلام الزين والاستقبال والقهوه الشاهي، يقول ما شاء الله احسن منه ما يكون. قال تبي تشوف النظره الشرعيه؟ قال والله يا عم يا ليت. قال ابشر. يقول يطلع اخوانها وينادي البنت، يقول يوم جلست انا والبنت وابوها، يقول ما شاء الله هالطول الزين وهالجمال وهالسناعه ولسان الدرب، يقول انا قلت بكره الزواج لو تبون. المهم يقول مره ما شاء الله تبارك الله جازت لي، قلت يا عم توكلنا على الله، الموعد ان شاء الله نبي الملكه يومين ثلاثه. قال لا بتخلها الخميس ان شاء الله، تقريبا باقي اسبوع. قال توكلنا على الله. راح الرجال ورجع لدوامه ورجع لاموره ومبسوط ومستانس مره ما شاء الله تبارك الله. يوم جاء موعد الملكه وهو يستاذن من ضابطه، قال وين راح؟ قال والله بروح الديره الفلانيه انا اليوم ملكتي. قال الله يوفقك ويبارك لك ما شاء الله تبارك الله، وبترى لك مني يومين. يقول استانست انا، يقول اروح. يقول يوم رحت وجيت اليوم موعد الملكه، وتدخل والدتي داخل وانا عند رجال ومبسوطين ومستانسين، يقول ما شاء الله تبارك الله. اطلبوا مني مهر 65,000 وحضرتها، لان الزواج ما هو بعيد، يعني بعد الملكه يمكن بيكون بشهر شهرين، ابغاهم يجهزون امورهم. وجبت معي 3 اطقم ذهب، منه واحد ب15,000، وجبت اطياب وعطور كل واحد يقول الزين عندي، وكلها ماركات براندات عالميه. يقول الشيخ المملك قاعد يكتب البيانات، يقول انا اشوف البيانات ويعطوني اسم خطيبتي، الاسم اللي ما هو باللي انا عرفته وقت النظره الشرعيه، اسم ثاني. يقول يا ولد يمكنني انا سامع غلط مره الاولى، وش السالفه؟ يقول والله ما قلت شيء. يقول سكت. يقول لعلي غلطان، يقول لكنها في خاطري ما هو يقول مشيته. يعني زي ما تقولون مثلا قالوا الحين اسمها نوره في عقد القران في عقد النكاح، واول اسمها ساره مثلا او مريم، او يقول ما هو بالاسم نفسه. يقول لكني قلت بشوف. خلصنا وقعنا، زوجتك ابنتي، نعم قبلت. يقول خلصنا وانتهينا. يقول ما عندهم اني ادخل على الزوجه في يوم الملكه والبسها الشبكه ذي، لا ما في. يقول شريت. يقول يوم شريت يقول في خاطري ما نمت، قلت يمه. قالت نعم ابيك توصفين لي زوجتي. قالت كذا وكذا وكذا. يقول انا اذكر ان فيها حبه خالي، انا شفتها فيها حبه خالي. يمه قالت لا. قال يقول لني عقب ما خيت الاوصاف ما هي بهي. يقول يوم وصفت انا قالت لي والله هذه واحده ما شاء الله تبارك الله، هي اللي تستقبل وتدور وتلف حول الصاله، لكن اللي انا وصفتها لك هي اللي جالسه، هي زوجتك، اللي انت وصفتها لي ما هي بهي. يقول غلطان ولا شيء. يقول يا الله اني نمت. يقول بعد معاناه نمت ذاك اليوم، لكن ماني مقتنع في القصه. غش في الزواج اذا ما قد سمعت به اسمع معي. يقول وانا يقول يا الله اني نمت ذيك الليله. يقول ادق على عمي، السلام عليكم. السلام، كيفك يا عم عساك طيب؟ يا عم انا ابغى اسالك. قال اسلم. قال انا يوم جيتك من نظره شرعيه شفت فلانه، وفي عقد القران الملكه البارح واحده ثانيه ما هي بفلانه اللي انا شفتها، اسم ثاني. قال لا لا بدا اللي انت شفتها هي اللي انت تملكت عليها البارح، وما فيه اسم ضيع، يمكن كنت مضيع ولا ناس. وش ذا الكلام وش ذا الطريقه وش يقول؟ يقول له والله قام يجابهني بالصوت كذا. يا عم انا متاكد. قال يا اخوي انت ما تسمع، انت بتعلمني في بناتي، اللي انت خطبتها واللي انت شفتها واللي تملكت عليها هي فلان. يقول حاولت افهمه واوضح له، بين لي انك كانك غلطان. يقول من كثر ما قال لي يقول شكيت بنفسي. لا حول ولا قوه الا بالله. خير ان شاء الله.
يقول قلت لامي واخواني واهلي خلاص الله يستر عليكم. طبعا الديره ذي تبعد عن الرياض، ديرتهم 400 كيلو يمكن. روح وانا بجلس. قال الله يستر عليك. مشوا اهلي راح. يقول ادق على عمي عقب كم ساعه، كيف الحال يا عم؟ قال الله يسلم. قال مثل ما انت خابر ديارنا بعيد منكم، ودي اشوف زوجتي واسولف معها. الزواج ما بقى عليه وقت، اتفق وياها على اثاث وكذا. يقول انا في نفسي ابغى اشوفها، بتاكد. يورطوني بواحده الحين ما هي. قال ابد ابد ما نمنعك من زوجتك، تعال الله يحييك هذه زوجتك ما نقدر نردك. يقول قلت خير ان شاء الله. يقول والله اروح. ويستقبلني. قال ادخل الغرفه ذيك. يوم دخلت له والله ذا الادميه اللي اول مره في حياتي اشوفها. انصدمت. الله المستعان. ما وين الطويله واللي فيها حبه خال والجميله والزينه. يقول له والله ما هي اللي شفت نهائيا، واحده ثانيه. كيف تسوي فلان؟ قالت الله يسلمك. قلت انا بسالها ما هي بعد هي بتكذب. الله المستعان. يا فلانه انا اللي شفتها في النظره الشرعيه ما هي بنتي. قالت الا انا. دخلت في عيني يا بنت حرام ما هي بنتي. قالت الا انا، بس اني غيرت المكياج وكذا. لا بس ما هو بهالدرجه. قالت لا ابدا انا ما اللي شفتها في النظره الشرعيه هنا. انا زوجتك الحين. قال لي خير ان شاء الله. الله يستر عليك ان شاء الله. استودع الله. يقول وارجع المجلس واقابل عمي. يقول انا يا ولد دافع اللي وراي واللي قدامي وابغى الزواج وابغى الستر، واطيح لي بوهقه ورطه زي ذي. يا عم قال نعم. قال يا عم انا كنت شاك واليوم الحين تاكدت. اللي انا دخلت عليها واللي ملكتني اياها ما هي باللي انا شفتها في النظره الشرعيه نهائيا. قال انت تعلم في بناتي، انت ما تستحي على وجهك، وانت مدري وشو، وبنات الحماير والقبائل ما هم لعبه عندك. وقام ينهد علي. يقول ما في كلمه الا واخطا علي بها. اكيد انك شارب شيء ولا ماكل شيء يوم تجيني في النظره. انت شايف انك شفت ثانيه. وقام يتكلم علي. الله المستعان حطني غلطان. يا عم ابغى اهديه. يقول لا والله الحين قامت قيامته وشياطينه. يا عم تعوذ من الشيطان. قال اعوذ بالله منك انت الشيطان. ويتكلم علي ويتكلم علي. ابغى فهمه يا عم ما هي بهذه. يا عم هذا زواج. يا عم هذه اسره حياه عمر. قال انت ما فيك خير وانت ونصاب وتحسب بنات القبائل عندك لعبه. وقام يتكلم علي. يقول شوي شوي والله ما قال ما خلاني اتنفس. يلا يلا اطلع 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 انقلع ما لك عندي زواج ولا لك عندي شيء. يقول كاني فهمت انه يبيني. يقول خلاص يا عم برضى وانتهينا ولابد زوجتي شكلي غلطان. يقول يبغاني كذا. هو شفت نظام ناطح الصوت بالصوت تنجع، نظام الشايب الله يجزاه خير. يقول انا اطلع لا هي بالمره اللي ابيها معطيني غيرها، وفلوسي وهداياي واغراضي راحت ومطرود من البيت. الله المستعان. يقول طلعت لا اله الا الله. الله المستعان وش هذا الابتلاء؟ وش هالمصيبه اللي طحت فيها؟ يقول واقلب. يقول قطري لي طاري. قال لهم شيخ اكيد هنا بنشد عنه. يقول فعلا وانشد على الشيخ. قال المكان الفلاني واروح له على طول. يقول مشيت ما وقتنا ظهر او عصر. يقول ادق الباب للترحيب. يلا حيه مرحبا مسهلا. السلام عليكم كيف الحال؟ يا شيخ بغيتك بموضوع. يقول لقيت عنده ريجي. قال ابشر سم. قال موضوع خاص. قال ما عندي الا ربعي، عطني اللي عندك يا ولد. قال يا عم موضوع خاص مره، غش في الزواج. اذا ما قد سمعت بهالقصه اسمع معي شيء عجيب. يقول انا ادخل عند شيخ القبيله، قبيلته هذا الرجل. يقول يا كيف الحال يا عم؟ قال حياك الله يا مرحبا. يقول عقب ما تقهويت وعليكم الله خير عندي موضوع خاص واقول لك اياه. قال ما عندي الا ربعي تفضل. قال موضوع خاص. قال ما عندي الا ربعي ولا بخبي عليهم شيء تفضل. يقول انا اسرد له السالفه كامله. انا خطبت عند فلان رفيقكم وكذا وكذا وحصل معي كذا، وانا شفت في النظره الشرعيه فلانه، ويوم جاء وقت الملكه زوجوني واحده ما هي اللي شفتها، ويوم جيت اتفاهم معه قال لي كذا وطردني، اخذ فلوسي وقلعني وما خلالي من الكلام الشين شيء. يقول انصدم الشيخ. وقتها حتى الربع اللي عنده انصدموا. فلان؟ قال نعم. فلان ما غيره المكان فلان؟ قال نعم. قال واحد من الحاضرين ايه عنده بنتين فلانه وفلانه. قال بس انا شفت واحده واللي زوجونيها والثانيه
للرا يجي متفشرين. قال اعوذ بالله. اسمع يا ولدي. قال نعم. قال شفت المسجد اللي حول بيت عمك هذا اللي يزوج؟ قال لي. قال لا منك صليت المغرب في المسجد نفسه، خلك 10 دقائق ولا ربع ساعة وادخل علينا عند عمك. خلاص قال ابشر. يقولوا فعلا ربع ساعة زي ما قال الشيخ واطلع مسجد بروح البيت عمي. يقول يوم جيت بدخل لا عند البيت سيارة دورية للشرطة. يا ولد. يقول شوي للعسكري قال عمي اللي زوجني اي بالله هذا هو، هذا اللي تهجم علي، هذا اللي تبلاني انا وبناتي ويحسب من بنات القبائل عنده لعبة. وقام يتكلم. جاء شيخ القبيلة هدى الموضوع. قال يا طويل العمر الموضوع خاص وشأن خاص، ولو تطور الموضوع جاءت اختصاص المحكمة. شكرا بيض الله وجهك والله يقويك وما قصرت. تفهم العسكري وهو يعرف الشيخ. قال اجل حلوا اموركم بينكم الله يستر اموركم. راح. المهم ويدخل رجال ويمسك الشيخ. انت يا ذا اللي متزوج، ودخل داخل. يقول داخل. قال الموضوع اللي سولف لي الرجال هو صحيح؟ قال ايش الموضوع؟ قال كذا. قال لا يخسى ويعقب ولا بصحيح، اللي زوجته اياها هي اللي شافها، ولا نطلع عليه بناتي كلهم هذه وهذه. والمهم قام يتكلم. الرجال يقول شيخ القبيلة مصدقني، يقول هو مصدقني بشكل كبير، بس يبغى يتأكد من العلم. قال يا ولدي بتحلف ان اللي شفتها في النظرة الشرعية ما هي اللي زوجوك اياها. قال والله العظيم لا هي ولا نفس الاسم، وانا دخلت على هذه وهذه ما هي مستحيل. ونعم وحلف لو تبيع القرآن بعد. قال وانت يا ابو البنات بتحلف على القرآن ان اللي شافها في النظرة هي اللي زوجته اياها ولا غيرها احد؟ قال ليه حلف؟ ماني ملزوم حلف وانا مزوج وما ادري ايش يقول. قام يتكلم. عرف الشيخ ان ما عنده سالفه. الشيخ هذا محسوب عند القبيله وعند الرجل هذا، ورجل ولا ياخذ الشيخ الا شيخ، حكمه وراي وعلوم كلها في راسه. قال يا فلان. قال نعم. قال فشلتنا وسوت وجهنا الله يسود وجهك. قال يا ولدي. قال نعم. قال حنا بنعطيك حقك وبنعطيك امورك كلها، وحن دخيل الله ثم دخيلك، ان انت استرنا ولا تفضحنا. سود وجيهنا هذا الرجال ذا وفشلنا وفضحنا، الله يفشله ويسود وجهه. لا. قال نعم. غشوه بالبنت اللي زوجوه اياها في يوم زواجه. لا. قال نعم. قال راح جيب دراهم الرجال. يقول دافع 65,000. يقول فعلا. يدخل داخل ويجيبها. قال عدها. قال ما بعادها. قال عدها ولا انت عدها. يقول شيخ القبيله للولد. يقول وعدها لو كامل. قال يا شيخ انا نزلت 3 اطقم ذهب. قال راح جيب الذهب. يقول يدخل ويجيبه. واحد من الاطقم يقول شاريه ب 15. يقول يوم فتحت الاطقم يقول له والله اللي ب 15 حاطين بداله اكسسوار ومشيول الطقم ذا. قال يا شيخ ترى العلم كذا وكذا. قال بعد تسرق يا اللي ما فيك خير. راح جيب ذهب الرجال. يقول يروح يجيبه يجي. يقول يوم جابه لا والله نفس الطقم. يقول يوم يدخل ويجيب الغرض يرجع ما يطول، واضح انهم عند الباب. المهم قال له وش بعد؟ قال يا طول العمر والله لولا الحركه هذه اللي سووها فيني والله اني ما استرجع اي شيء جبته وشريته، ولكن الطريقه هذه تخليني اخذ كل اغراضي. قال لا يا ولدي الا حقك وفوقها حبه خشم وتسترنا الله يسترك ولا يفشلك. قال انا جبت عطورات وكلها ماركات وكلها بذيك القيمه. قال راح جيب عطورات الرجال واغراضه. يقولوا هو يجيبها. يقول يوم جابها وحب خشم الشيخ واستاذن منه ويطيح بعض كراتين العطورات اللي في الكيس. يوم طاح قال الشيخ يبي يرفعها لي، طاحت عند الشيخ او عند اقدامه الله يكرمكم. يوم عاين لا الكراتين فاضيه. قال الشيخ وقف. يوم فتح الكراتين حقت العطورات نصها كراتين فاضيه ونصها حاطين فيها علب ما هي بالعلب اللي هي لها اللي الرجال جابها. حرامي ووجهه قوي. قال انت ما تستحي على وجهك اللي ما فيك خير انت. وقام يتكلم عليه. راح جيب اغراض الرجال ويقول جيبها واضح انهم عند الباب. فعلا يقول راح يجيب الاغراض ويرجع واعطيه اياه. قال اسمع يا ولدي. قال نعم. قال عشاك عندي الليله. قال يا عم ماني متعشي وما قصرت
وعطيتني حقي، قال والله انت عشاء عندي الليله، مرحبا ومسهلا. يقول الزم علي، قلت ابشر. يقول يوم جلي واروح واحضر العشاء، ويجي عمي اللي انا اللي زوجني بنته جاء، ولا راسه نازل ومدنق وما له وجه، ولا حد يسولف معه ولا سولف مع حد. يقول يوم جاء وقت العشاء اللي هو ذابح خروفين، ولو عازم جماعتهم كلهم، بس جماعتهم قبيلتهم واسرتهم هذه، قالوا قوم والله يحييكم على واجب فلان. يقول سماني باسمي كرامة له وعذر منه على سوات رفيقنا وابن عمنا فلان اللي سود الله وجهه، سوى كذا كذا، وقام يفضحه على رؤوس الاشهاد. فضحها وقال سالفته كلها عند الناس، ما تستوي على وجهك تطلع بناتك للرجال. المقصد والشاهد من الطريقة هذه اللي سووها ليه، البنت اللي زوجوها إياها هي الكبيرة وما هي بزينة، يبونها يحطونها برقبته وينشبونها فيه، وهذيك لها من يتزوجها لأنها زينة ومواصفاتها زينة، مواصفاتها على أساس إني قاعد أقول لكم كامري. المهم فهذيك ما هي متزوجة لأنها ما هي بزينة وكذا، وهي الكبيرة، وقال ما أزوج إلا الكبيرة أول، وجاء بالطريقة اللي تسود الوجه. المهم إن الشيخ فضحها وقال السوات هذه كل أبوها، وهي يسري ما تعشى، الرجال متفشل وجاب شيء من الله لا يفضحنا، والله يسترنا وياكم. ويقول الرجال استانس وانبسط وافلها. يقول تكلمت مع عاقد الانكحه اللي عقد لي وضبط لي الملكه وعلمته وفسخ العقد وانتهت السالفه هذه. يقول ارجع الرجال، الضابط اللي فكني عشان ملكتي يقول رجعت، قالوا ها يا عريس اخوياي في الدوام ما شاء الله وجهك متغير. قال لا والله ابشركم انه تفركشت. ليه وما ما علمهم بالسالفه؟ قال لكن تفركشت. وصل الكلام الى المدير، ناداه يا فلان عسى ماشر اخوياك يقولون ما تمت الملكه. قال والله يا طول العمر صار سالفه. قال علمني فيها. يقول وعلمه. قال افا. قال اي والله. قال ابشر بالعوض. غشوه بالبنت اللي زوجوه اياها في يوم زواجه. والله قال ابشر بالعوض. اسمع انت يا فلان من افضل العسكر عندي، والله انك نعم ونسيرتك طيبه وانك تنشره، وان اللي مثلك وشرواك ان الواحد يتشرف يزوجه. عندي اخت لي من ابوي، وتعال ابيك تشوفها نظره شرعيه، ان جازت لك فانا والله بزوجك وانا خير من يعينك على هذا الامر. يقول فعلا وراح اشوفها ما شاء الله تبارك الله فيها كل المواصفات اللي اتمناها، وتزوجها والان عندي عيال منها وبنات ويا ربي لك الحمد. ويقص القصه يقول عيالي الان في الجامعه من هذه الزوجه. يقول زوجة صالحه اعانتني على دنياي وعلى ديني وعلى كل علم طيب ويا ربي لك الحمد اللي الله عوضني بالعوض الطيب. يقول كنت ابحث عن نصيبي عن 400 كيلو ما دريت انه جنبي هنا، وسبحان الله توفق وعاش حياه سعيده. اعزائي الاباء والامهات بارك الله فيكم، عليكم افكار شاطحه احيانا. يا اخي فلانه الوسطى ولا الصغيره ولا ايا كان ترتيبها جاها نصيبها يا اخي زوجوها. يا اخي اذا انتم بتزوجون، اذا مثلا لا ابغى الكبيره تروح، لا يا اخي اذا هذه جاهزه للزواج زوجها. تراك تظلم بنتك وتراك تظلم الكبيره وتظلم الصغيره وتظلمهم كلهم. زي هذا مثلا راعي السالفه فشل نفسه، اول ما سوى كسر قلب وخاطر بنته الكبيره كانه يبغى يبيعها بيعه، لانها ما هي بزينه ولا فيها ما يدرون يمكنها افضل منهم البندي عند الله سبحانه وتعالى. كسرت خاطرها وفشلتها، والله ان كانها بيعه وشريها في حراج بن قاسم. فما يجوز. وتمسك الصغيره يا اخي نصيبها، الله امر انها تتزوج وهذا تمهيد تيسير من الله، زوجها. فاتركوا منكم يعني اذا في ناس عندها عقليات من هالنوع فالله المستعان، الله يعوضهم خير. اللي احسن من قصه كلام الرسول اللهم صل وسلم عليه، افضل الصدقات سقيا الماء. الفتره هذه فيها 10 ذي الحجه، افضل ايام السنه كلها، وعندنا ضيوف الرحمن اللي جايين من كل ديره من اصقاع العالم الى بيت الله الحرام في مكه المكرمه، يبون يؤدون مناسك الحج. اسال الله يتمم لهم ويجون بالسلامه ويرجعون ان شاء الله بالسلامه لاهاليهم. سقي الماء في درجه حراره مرتفعه جدا، ماء بارد
أجر عظيم جدا وفضل عظيم في أفضل أيام السنة وفي أفضل بقعة على هذه الأرض. جمعية وادي نخلة بمكة المكرمة مصرحة ومعتمدة من الدولة أعزها الله، عندها مشروع سقيا الماء للحجاج وضيوف الرحمة بريالات بسيطة تنال الأجر العظيم في الدنيا وفي الآخرة. وأنا أحثكم وأحث نفسي للمشاركة والمساهمة في هذا المشروع. كيف نساهم يا فالح؟ في صفحتي الرئيسية هنا في التيك توك في البايو تحت صورتي مباشرة تلاقوا الطريقة. ساهموا وشاركوا، أسأل الله أن يحرم وجيهكم عن النار ونتقبل أعمالنا ونجعلها خالصة لوجه الله. إن شاء الله نوفق في سرد هذه القصة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أخوكم فالح بن محمد، استودعتكم الله.